عارف إن رمضان مش بس شهر صيام وعبادة، ده كمان فرصة ذهبية علشان تغيّر حياتك بالكامل. النهارده هاحكي لك قصة حقيقية عن شخص استغل رمضان بطريقة عبقرية، وحقق هدف كان بيطارده سنين، ومستنيك في آخر الفيديو علشان تعرف السر اللي استخدمه. في يوم من الأيام كان أحمد شاب عادي زي أي حد، عنده أحلام كبيرة، لكنه دايمًا بيقول هابدأ بكرة، بس البكرة ده عمره ما جه. الشغل، السوشيال ميديا، السهر، الأكل، الكسل، دايمًا حاجات بتاخده بعيد عن حلمه. لكن في رمضان أحمد قرر يعمل حاجة مختلفة. قال لنفسه لو قدرت ألتزم في شهر واحد يبقى أقدر أغير حياتي. بدأ الرحلة. أحمد عمل 3 حاجات بسيطة لكنها غيرت كل حاجة. أول حاجة عملها حط هدف واضح، قرر يخلص كتاب كان نفسه يقرأه ويشتغل على مهارة جديدة كل يوم بعد الفجر. تاني حاجة عملها استغل وقت الصيام، بدل ما يقضي وقته في الفرجة على المسلسلات كان بيقضي ساعة يوميا في تطوير نفسه. تالت حاجة عملها خلق عادة جديدة، كان كل يوم بعد التراويح بيمارس العادة الجديدة اللي عايز يثبتها في حياته. في آخر رمضان أحمد اكتشف إنه مش بس خلص الكتاب وتعلم مهارة جديدة، لكنه كمان بقى شخص مختلف، بقى ملتزم ومنظم وعنده قوة إرادة أقوى بكتير من الأول. السر إنك تستغل رمضان كأنه معسكر تدريبي، بدل ما يكون شهر استهلاك يكون شهر بناء. جرب تطبق طريقة أحمد وابدأ حتى ولو بحاجة بسيطة. وافتكر الناجح هو اللي بيستغل الفرص مش اللي بيستناها. اكتب لي في الكومنتات ايه العادة اللي نفسك تثبتها في رمضان، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ومستنيك في الفيديو الجاي. سلام.